السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا بيك يا بطل. ومباراة الليث ضد النموذجي دائما تكون حماسية وفيها كورة حلوة. هذه التشكيلة المتوقعة للفريقين لمواجهة اليوم الثلاثاء الثامية. التشكيلة المتوقعة للشباب بقيادة نور الدين زكري. الشباب بيلعب بخطة 4-2-3-1. حراسة المرمى مارسيلو جروهي. الدفاع محمد الثاني، علي البليهي، محمد الشويرخ، سعد بالعبيد. الوسط ياسين عدلي، علي الأسمري، باسل السيالي. الهجوم علي العزايزة، يانيك كراسكو، عبد الرزاق حمد الله. التشكيلة المتوقعة للفتح بقيادة جوزيه جوميز. الفتح بيلعب بخطة 3-5-2. حراسة المرمى فرناندو باتشيكو. الدفاع زياد الجري، مروان سعدان، جورجي فرنانديز، سعيد بعطية، ماجد قشيش. الوسط زيد يوسف، سفيان بن دبكة. الهجوم ماتياس فارغاس، مراد باتنا، فهد الزبيدي. التوقعات: والله يا صاحبي المباراة دي ما هي سهلة أبد. الشباب وده يرجع لمستواه القوي، خاصة مع وجود القوة الهجومية حمد الله وكراسكو. يعني الليث جيعان نقاط. ومن الجهة الثانية الفتح فريق نفسه طويل، ومراد باتنا لو كان في يومه بيتعب دفاع الشباب. توقعي إنها بتنتهي 2-1 للشباب، لكن المباراة بتكون سجال، والفتح ما هو بسيط بالمرتدات.